النهارده كنت بعمل حاجة مهمة على اللابتوب بتاعي وزي أي راجل مصري في الكوكب ماسك كوباية شاي بشربها وأنا بعمل الحاجة دي، وفجأة شوية من كوباية الشاي وقعوا على الكيبورد عندي على اللابتوب. فقلت بسرعة أنا هعمل إيه؟ رحت ماسك اللابتوب بتاعي كده، ورحت فاصل عنه الكهرباء وفصلت عنه أي حاجة، شديت الفيشة بتاعت الشاحن وفصلت الكهرباء بتاعته. تمام. وبعد كده رحت قالب اللابتوب بتاعي على حرف 8 كده بالظبط، عملت حرف 8 عملته كده لحد ما صفى الشاي بتاعي. وبعد كده رحت واخده حطه في الشمس عشان ينشف. طبعا يا جماعة انا لو سبت الشاي دوت هينشف على الكيبورد من جوه، وهضطر ان انا اروح اغير الكيبورد بتاعت اللاب، او هضطر ان انا اوديه لواحد بتاع صيانة مش هيعرف يعمل فيه اي حاجة. فبالتالي لو انا ملحقتش من دلوقتي مش هعرف اظبط اي حاجة فيه. طيب بعد كده هعمل ايه؟ بعد كده هجيب اسبراي منظف اسمه اكاي، منظف دوائر الكترونيه. تمام. وانت رايح تشتري المنظف دوت حاول تتاكد من الراجل، مش حاول، انت لازم تتاكد من الراجل ان المنظف دوت ما فيهوش سائل من جوه عشان ما يبوظلكش الدايره الكهربيه بتاعه الجهاز بتاعك. بعد كده هتفك الجهاز بتاعك وروح ترشش عليه الاسبراي لغايه ما نشف شويه، ورحت واخده تاني حطه في الشمس لغاية ما نشف تماما. وبعد كده رحت مشغله والجهاز اشتغل معايا. الجهاز طبعا بيحمل اهوت. هنتنينا برضو نجرب لحد ما يشتغل، وبعد كده هوريهولكم لما يشتغل. الحمد لله تماما الجهاز اشتغل معايا والدنيا زي الفل، والكيبورد اشتغلت، السهم بتاع الماوس شغال اهو تحت اهو. الحمد لله تمام. طيب ايه الفكرة او ايه الهدف من الفيديو ده؟ انا عايزك لوقت كده تيجي تشرب فيه كوباية شاي او تشرب فيه اي حاجة، توقع جزء منها على الترابيزة او على مكتب او على اي حاجة. تمام. وسيبها شوية، هتلاقي الشاي اتجمد وعمال تشيله بصبعك مش هتعرف. هتحاول تجيبه بأي حاجة زي مثلا سكينة أو حاجة هيتشال، بس برضه هيفضل معلم مكانه. طيب احنا دلوقتي لما جزء من الشاي ده وقع على الجهاز بتاعي، سواء ديسك توب الكمبيوتر بتاعي او على اللابتوب بتاعي، بيحصل فيه نفس اللي حصل على الترابيزة. شوية الشاي دولت هينشفوا تحت على الجهاز، ممكن نفصلوا نقط التوصيل بتاعة الجهاز بتاعي ويعملوا عزل بين ده، غير ان هم يعملوا عزل على الزراير بتاعة جهاز اللابتوب نفسه. فبالتالي الجهاز بتاعك هيبوظ، ممكن يبوظ ما يشتغلش اصلا، وممكن الكيبورد ما تشتغلش، فهتضطر انت توديه لواحد بتاع صيانة ويبدأ بقى ايه يفوره ويشوف ايه الدنيا فيه. فانت لما تلحق بنفسك الحاجة دي على الأقل هتقلل نسبة الضرر، نسبة الضرر هتقللها. فبالتالي انت دلوقتي قاعد بتشرب شاي، بتشرب عصير، بتشرب اي حاجة، يستحسن انت تشربها بعيد عن الجهاز بتاعك. تمام. دي نقطة. النقطة التانية، لو انت مضطر ان انت تشربها زي ما انا شربت كده النهارده ووقع مني على الجهاز بتاعي، حاول ان انت بقدر الامكان ما توقعش حاجة على الجهاز بتاعك، ولا عند السماعات ولا على الكيبورد ولا على اي مكان في الجهاز بتاعك. ليه؟ عشان لو في حاجة وقعت على السماعات دي يا معلم، اللوحة الأم على طول المذر بورد بتاعتك هتبوظ. والمذر بورد دي اسمها اللوحة الأم، يعني دي اللي شايلة كل التوصيلات بتاعت الجهاز بتاعك. فبالتالي هتضطر إن أنت تغير اللوحة الأم، يعني ربنا ستر والشاي وقع على الكيبورد. فأنت بالتالي أول خطوة هتعملها يا معلم، الجهاز بتاعك وقع عليه شاي أو وقع عليه عصير أو وقع عليه أي حاجة، افصل الكهرباء تماما عن الجهاز بتاعك، سواء كمبيوتر محمول أو لابتوب. حاول تفصل الجهاز عن الكهرباء تماما عشان ما يحصلش شورت كات، او بمعنى ادق يحصل قفله، فبالتالي الجهاز بتاعك يبوظ. انت اول حاجه افصل الكهرباء، بعد كده اعمل لو لابتوب اعمله على حرف 8 زي ما انا وريتكم في اول الفيديو، بحيث ان الكيبورد لو في جواها شاي او ميه او عصير تنزل تحت تصفي شويه، حاول ان هي تصفي زي بالظبط لما تيجي تغسل الهدوم كده وبتنشرها. تمام. بعد كده بتروح حاطه في الشمس شويه، بعد كده بتروح فكه وتفضل بقى ايه تنظف في السبراي. السبراي اسمه اكاي، منظف دوائر كهربيه، واسال الراجل ان هو ما فيهوش سائل من جوه، لازم يبقى عباره عن هواء او بيبقى جواه غاز. تمام. بعد كده يا معلم روح بقى ربط الجهاز بتاعك وشغله ان شاء الله هيشتغل. لو انت سمعت الفيديو لحد دلوقتي
واستفدت منه متنساش تدوس على زر اللايك وتعمل شير للفيديو. فيد واستفيد. السلام عليكم.